الاهم من ان شكلك يبقى حلو ان ريحتك تبقى حلوه. وعشان انا بهتم بشكلك وكمان بريحتك، جبتلك النهارده سبراي ولا في الخيال، ويثبت معاكي وقت طويل جدا جدا جدا، وكله حرفيا هيسألك انت جايباه منين. الحر بقى صعب اليومين دول، وكنت بدور على سبراي ينعشني ويدوم معايا فترة طويلة. يا ترى لقيت ايه؟ وهو ايه السبراي ده؟ انا بدور على سبراي يديني انتعاش واحس كده وانا بحطه ان انا لسه واخده شاور حالا وخارجه من الحمام. لقيت السبراي ده، لقيته. يا صباح الفل، على حسب ما هتشوفوا الفيديو. انا دلوقتي بصور الفيديو الساعه 8، وصورته بعد الفيديو اللي هينزل لكم، يعني بعد الفيديو اللي انتوا شفتوه. وحشتوني، وهنزل لكم الفتره الجايه فيديوهات حلوه جدا وقويه جدا. وطبعا الصيف داخل علينا، وطبعا الصيف يعني ريحه حلوه من غير اي كلام. الصيف يعني ريحه حلوه، وريحه الحلوه يبقى انا السبب فيها بعد ربنا باذن الله. منتجات حلوه جدا تدوم معاكي فتره طويله جدا، وبسعر ببلاش، والله العظيم ببلاش. اقل من الغسول اللي اتكلمت عنه ده. هجيب لكم منتجات كده، في اللي كده وفي اللي كده، بس في كده حاجات لقط بتبقى مش واخده حقها، فانا بشوفها وبديها حقها وبعرفكم بقى عليها. فانا جايلكم النهارده اكلمكم عن غسول حلو جدا، لا سوري، سبراي حلو جدا، ريحته خطيره، ثباته عالي جدا، سواء على جسمك، سواء على لبسك، سواء ان انت خارجه من الحمام، خارجه بره خالص، بتحطيه برضو ريحته حلوه جدا. يعني مش فواحه لدرجه ان كل الناس هتشم ريحتك في الشارع، لا، بس بتبقي قاعده جنب حد ريحتك كويسه جدا، بتبقي قاعده راحه مكان بتسلمي على حد ريحتك ولا في الخيال. وهكلمكم الفتره الجايه بقى عن سبرايات كتير و لوشنز بقى وشاور جل وكل حاجه لها علاقه بالنظافه، كل حاجه لها علاقه بالريحه الحلوه، هتلاقيني اول واحده بكلمك عنها. طبعا احنا كبنات او كست، ست متجوزه في بيتها، واجب عليها انها طول الوقت عشان جوزها، عشان اولادها، ان هي تكون ريحتها كويسه. واجب عليكي كبنت وانت نازله الجامعه، وانت رايحه الدرس، وانت راكبه في المواصلات، يكون ريحتك جميله، ما تخليش حد ينقض عليكي ويقول دي ريحتها مش كويسه، الكلام ده كله. طبعا قبل ما بتستخدمي السبراي ده بتكوني حاطه ديودرنت كويس جدا، وطبعا ده ملوش علاقه بده، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. طبعا انا كنت كلمتكم عن ديودرنت كويس جدا، مش فاكر كان ايه، بس هو حلو تقريبا. انا ما كلمتكوش عن اللي انا جبته جديد، اطلع فيديو ليه. فيا جماعه، مش عاوزه حد يقول، مش عاوزه تكونوا متابعيني وحد يقول ان انتوا مثلا ريحتكم مش كويسه يعني والكلام ده، يعني عيب عليكم والله. فانا بحاول، مش لازم يا جماعه عشان تجيبوا روايح فواحه كده وريحه تخليكوا ريحتكم حلوه ان هي تكون من براند معين، او تكون بسعر اوفر ب5-6000 جنيه. طب ليه؟ طب ما في حاجات احنا ما نعرفش اي حاجه عنها موجوده في السوق وبسعر حلو وثباتها زي الفل. احنا ما بنصعبش الدنيا على نفسنا. اللي معاه 50 جنيه وعاوز يعمل بيها حاجه هيعمل بيها اللي هو عاوزه، والله العظيم. هو مش لدرجه 50 جنيه يعني، بس مثلا اللي عاوز يعمل حاجه هيعملها. شوفوا، انا رغم الاصابه ورغم الاعاقه ورغم التعب بطلع وبقول لكم بجيب لكم احلى المنتجات باحلى الاسعار. يعني انا استاهل ان القناه بتاعتي دي تبقى مليون، والله العظيم. فيا جماعه، السبراي ده تحفه 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 تحفه. مش لازم ان انتي، على فكره انا مش عارفه اسمه خالص، يعني هو اصلا انا هحاول ان انا اشوف اسمه. طبعا ريحته خطيره، انا عندي برد وشامه ريحه الورد اللي فيه التحفه بجد يا جماعه. انا ما بعرفش اوصف الروايح قوي، بس قسما بالله هتوع على ضمانتي ريحته خطيره وسعره اخطر. والشركه يا جماعه دي انا جربت منتج منها قبل كده، ماي بيرفيوم، مستورده من الامارات، ان هو اصلا مكتوب عليها ان هي في الامارات وكده. فبجد يا جماعه انا مش عارفه اصلا اسمه ايه. انا مجرد الريحه جذبتني قوي، فقلت لا انا لازم اجيبه. في محل كده في المنصوره بجد حاجته خطيره خطيره خطيره، وعنده الحاجات دي. وده
سعره 100 جنيه بس. ده سعره 100 جنيه قسما بالله يا جماعه، بيثبت في اللبس جدا جدا جدا. طلعي بره وبتبقي شامه ريحتك حلوه جدا، تخلي كل اللي يسلم عليكي يسالك ايه نوع البرفيوم اللي انت حاطاه، ايه السبراي اللي انت حاطاه. بجد تحفه يا جماعه. انا بس عايزاك تاخدي سكرين وتسالي عليه، ومن غير ما تشمي الريحه تاخديه وتروحي وهتدعي. تحفه بجد قوي. وكتير بقى يعني، هو اصلا والله العظيم انا عندي برد وشم ريحته، وثباته يا جماعه بقى مش طبيعي. يعني لما تجيبي حاجه زي دي ب 100 جنيه يفضل قاعد معاكي قولي شهرين، والله العظيم شهرين او شهر لو انت بتخرجي كتير. يعني لو انت بتخرجي كتير يقعد معاكي مثلا شهر. سوري يا جماعه كل شويه اعمل كده. اهم حاجه يا جماعه والله العظيم اقسم بايات الله، الريحه موجوده، الريحه موجوده، وهفضل وهنام وهصحى وهعمل كل حاجه والريحه تبقى موجوده. بجد تحفه تحفه تحفه. الشركه دي بصراحه المنتجات اللي عندها حلوه جدا جدا جدا. انا ما بروحش اكيد انا مش بروح الشركه واقول لهم انا عايزه كذا، لا، في محلات عندها الحاجات زي دي السبرايات دي بيبقوا حاطينها كده جميله قوي. يعني انت بس مثلا تشوفي تقولي الشركه كذا انا عايزه ده، تشمي كذا روايح، انا بعمل كده، تشمي بقى كذا ريحه اللي تعجبك تاخديها. بس على ضمانتي النوع ده اللي هو صانع في الامارات ده ثابت قوي، ثابت جدا. فانا بجيب لك حاجات يعني يمكن ده لو بقى براند وبقى ترند والكلام ده هتلاقي الاقبال عليه مش عادي. فادعوا بس ان محدش يعرف السر بتاعنا ده، واحنا بس. والله انا ربنا اللي عالم بيا، ورغم كده قمت وصورت فيديوهين عشان انا بقالي شهر ما نزلتش فيديو تقريبا، ولا لايف ولا اي حاجه. ادعوا لي يا جماعه، لان شروط اليوتيوب صعبه جدا 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 ان انا احققها باذن الله. اول يعني ما احققها هعرفكم برضو وافرحكم معايا. طبعا ممكن تاخدوا سكرين وتسالوا عليه، هتلاقوه في اي مكان بيبيع مستحضرات تجميل، اي بالطبي بيجيب الكلام ده كله. واسفه على الكحه اللي ماليه الفيديو، بس والله العظيم انا تعبانه جدا جدا جدا، وحرفيا نومي مش متظبط خالص. فانا عايزاكم كده دايما ريحتكم تكون فواحه بقى بطريقه مش عاديه، وتبقوا داخلين كده الصيف وانتوا في انعش حالاتكم واجمل بنات في الدنيا كده باذن الله. باذن الله هكلمكم عن حاجات كتير الفتره الجايه، وبرده لو انتوا محتاجين حاجه معينه قولوا لي حابين ان انا اتكلم عن ايه الفتره الجايه. اشوفكم على خير وهتوحشوني جدا جدا جدا. مع السلامه.